خرج المئات من المواطنين في مديرية القناوص بمحافظة الحديدة في احتجاجات غاضبة على قيام نافذين ومدعومين من بقايا عصابة المخلوع بإثارة الفوضى. بدل المديرية جهد كبير واستطاع بجهوده باعتمادات ذاتية من المسمعلي أن ينير الكهرباء، وما منهم إلا أنهم لم يدعوا فاتورة الكهرباء وجاءوا تبلطجوا على مدير المديرية، قطعوا الخط الرئيسي وتدوا الوصل في خط مع عضو النواب التابع لهم. المواطنون اتهموا عصابات بقايا النظام ومراكز نفوذ تابعة لها بتخريب مولدات الكهرباء العامة وتوقفها عن دفع تكاليف استهلاك الكهرباء لتغرق المديرية في الظلام منذ مساء العيد وحتى إعداد هذا التقرير. سبب خروجنا إلى هذه المسيرة السلمية بأن منطقة أصحاب دير عبد الله قاموا بالاعتداء على مشروع الكهرباء، تمام، بحيث عندهم 3,200,000 ولم يسلموا ولم يلتزم أحد من مشايخهم أو المسؤولين عليهم بتسديد قيمة الفواتير التي عندهم، فجاءوا واعتدوا على مشروع الكهرباء وطردوا مدير المشروع. اتهامات لإدارة أمن مديرية القناوص بالتهاون مع المخربين وعدم الاستجابة لشكوى السكان بحجة أن إمكانياتهم الأمنية لا تسمح بضبط المخربين والخارجين عن القانون والرافضين لسداد فواتير الكهرباء وجميعهم يتبعون مراكز نفوذ. والله خرجنا التظاهرة ذي ردا للاعتبار والانتهاكات التي حصلت من بعض الناس المتسلطين واعوانهم الذي جابوهم مأجورين لمهاجمة مشروع الكهرباء وفصل التيار عن بقية عن الناس الذين دفعوا رسوم الكهرباء، والآخرين لم يدفعوا ولكنهم متسلطين وراهم أيادي قوية. إدارة الأمن استدعت تعزيزات أمنية من المحافظة لقمع المحتجين الذين طالبوا بمحاسبة المخربين وضبط مراكز نفوذ لقيامهم بالاعتداء على المصالح العامة في المديرية. يعني مشروع الكهرباء اجوا اصحاب عبد الله وبكوا، اكلمت انا شخصيا قلت له يا ابني مجمعين المال هذه الناس طفوا كهرباء وضربوا مال الكهرباء، لا يقول لي هذه الناس بلادي مش حيرهم، انا اذا كانت مش حيرهم يرحل، هذا فاسع. مدير المديرية غادر إلى صنعاء بعد عجز مالي لمشروع الكهرباء القناوص الذي تعرض للنهب من قوى ومشايخ ونافذين. أما الجهات الأمنية فبدل أن تبادر إلى القبض على الجناة والمخربين ألقت القبض على 20 شخصا من المحتجين. عبد الحفيظ الحطامي، قناة سهيل، مديرية القناوص، محافظة الحديدة.